حياتي بشجع منتخب المغرب وبحبهم طول حياتي. ناس محترمه وزي الفل وبيحبونا واحنا بنحبهم كعرب. يشرفنا منتخب المغرب بصراحه، لعيبه بتلعب بحماس مهما غيرت لعيبه ومهما بدلت اجهزه فنيه. هنشجعهم قدام اي منتخب، لكن مثلا مصر ومغرب في دور مثلا اقصائي لا دي قصه ثانيه. هشجع مصر. منتخب المغرب منتخب متكامل من كل حاجه. طول حياتي بشجع منتخب المغرب وبحبهم طول حياتي، على قد ما انا هاجمتهم في بطوله افريقيا اللي فاتت، بس انا طول حياتي بحب منتخب المغرب لان دايما بيخلوا شكلنا حلو قدام العالم كله. بس انا بتكلم في ان احنا كمصريين نختلف شويه عن الاعلام، ان احنا كشعب مصر بيحب. شعب مصر كله بيحب منتخب المغرب وطول حياته بيقف في ظهرهم. وتفتكروا كاس العالم اللي فات الناس دي كانت اكتر شعب كان واقف جنب منتخب المغرب كان منتخب مصري. كنا فرحانين من قلبنا، وكان في احتفالات في شوارع القاهره كبيره طبعا لان منتخب عربي. فريق المغرب طبعا فريق عربي، واحنا في مصر هنا بنشجع المغرب. كاس العالم اللي فات كلنا كنا المغرب. بنتمنى لهم طبعا يوصلوا لأبعد من كده ان شاء الله باذن الله معانا باذن الله، ونفرح الوطن كله وافريقيا، لان فعلا والله افريقيا فيها منتخبات محترمه جدا جدا جدا، وواضح يعني في كاس العالم دون في منتخبات وفي في شغل بيتعمل حلو قوي في افريقيا. يعني نتمنى ان شاء الله نشوف بقى منتخبات عربيه وافريقيه بقى في النهائي او اقل تقدير قبل النهائي، نتمنى يعني ان شاء الله. لا، منتخب المغرب منتخب ومنتخب قوي ومنتخب عنده سيستم لعب، منتخب ما بيخافش من حد، ينزل سيطرته من اول دقيقه في الملعب. لا، منتخب ما شاء الله، والتطور الكبير اللي حصل في الكره المغربيه الفتره اللي فاتت دي مش وليد سنين يا كابتن محمد، بقاله سنين. فلا، عاملين اداء قوي وعاملين كاس العالم اللي فات كانوا جامدين جدا، وكاس العالم ده كويسين جدا، فان شاء الله يوصلوا برضو لمكان كبير. المنتخب الوحيد اللي تحس ان هو فعلا مش بيكسب بالصدفه في حاجات. دي حقيقه انا قلت لك الكاتيجوري ده شغالين بيه بقالهم سنين، يعني مش لسه وليد اللحظه، فاهم؟ احنا بقى هنا في مصر كاعلام موصل الموضوع ان في حده واحنا ما بنشجعش المغرب في لا لا لا، مفيش الكلام ده. اي حد عاقل وبيفهم وبيحب الكوره هيشجع كل منتخبات الوطن العربي، والمغرب بتمثل العرب كلهم زي ما مصر بتمثل العرب كلهم في كاس العالم، فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يوصلوا لابعد مكان مع منتخبنا. والشعب المغربي اللي كان في الشارع في بطوله افريقيا كان بيستقبل المصريين احسن استقبال، وانا شفت الكلام ده. لا، دي حقيقه صدقني. سيبك من يعني في حاجات كتير بتحصل في الاعلام بتبقى مجرد وجهات نظر فرديه، مش الحقيقه السائده على ارض الواقع، فاهم؟ انما احنا منتخب المغربي بيحترمنا، والشعب المغربي بيحبنا وبيحترمنا، واحنا بنحبهم وبنحترمهم، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. حبيبي يا كابتن اسلام. حبيبي يا كابتن. بالنسبه لك افضل منتخب عربي مشارك في كاس العالم؟ افضل منتخب عربي بيشارك في كاس العالم، ويعني بيقول لك احنا كعرب يشرفنا منتخب المغرب بصراحه. لعيبه بتلعب بحماس مهما غيرت لعيبه ومهما بدلت اجهزه فنيه في منتخب المغرب، لا بتأدى. ومنتخب المغرب كسب 1-0 وتعادل مع البرازيل قبلها. لا، انت تتفرج على كوره بتمتعك. الكوره المغربيه كوره بامانه. بتشجع منتخب المغرب؟ بشجعه، ما شجعوش ليه؟ احنا لما كنا مثلا مع خلاف مع المغرب مهما فيها ناس بتفضل تقول تطلع تنتقد كفينا كهنا، لا عادي، انت كفي الجد لازم تقف يا اخي. ما الدول العربيه كلها واقفه معانا. العراق في الاستوديو قاموا لنشيد منتخب مصر، قاموا لنشيد المنتخب الوطني في العراق. احنا ايه ما بنحبش بعض، احنا اللي بنكره بعض حبه بس. من وجهه نظرك ان منتخب المغرب ممكن يوصل للمربع الذهبي؟ انا رشح لا مش المربع. ليه؟ احنا كاس العالم ده تقيل قوي، لان لما يبقى 40 فريق و40 منتخب فاكيد يعني هو انا بيتهيألي هيوصل لدورين تاني، يعني هيعدي دور الثمانيه. رساله بقى لمنتخب المغرب والشعب المغربي، لا احنا كمصريين مالكوش دعوه بالاعلام، مالكوش دعوه باي حاجه تانية. احنا بنشجع منتخب المغرب ان احنا عرب وبنحب بعض، فهيبان اقليه عندكم، هيبان اقليه عندنا. احنا ما بنركزش فيها، احنا شايفين كوره حلوه ما نشجعهاش ليه؟ هنضحك على نفسنا؟ يبقى احنا ما نتفرجش على كوره. وشعب المغرب شعب استقبلنا افضل استقبال يا باشا. ده في مصر هنا عايشين في وسطينا، الناس بتنزل ساعه عندنا، ناس محترمه وزي الفل وبيحبونا واحنا بنحبهم. اللي يقول غير كده معلش، دي ناس هجاصه وما نعتبرهاش. سيبك، اما احنا مش هننساق ورا السوشيال ميديا، ورا الامور اللي بتحصل. الشعب المغربي شعب محترم طبعا، مستقبل الشباب بتوعنا هناك افضل استقبال، باستثناء بعض التجاوزات مش هنقف عندها. لا لا لا، كل ده لا يذكر ولا يتقال. هنشجعهم قدام اي منتخب، لكن مثلا مصر ومغرب في دور مثلا اقصائي. لا دي قصه ثانيه. هشجع مصر على الصفحات
اللي بتحاول توقع ما بين الشعبين. لا هو مثلا انت عندك مثلا هنا في مصر في جمهور، مثلا انت بتلاعب منتخب تاني بيطلع بيشتم، لكن مثلا وسط 50,000 هتلاقي كام واحد بيشتم؟ هتلاقي 100 200 نفر. طب ليه 100 200 نفر؟ دول قصدهم يسوقوا الصوره عموما، دول مثلا ناس مش متربيه. اللي متربي كويس عمره ما هيشتم في فريق منافس ايا كان، سواء هو بيلعبوا الماتش او معاه في بطوله تانية او انا بلعب عنده بطوله او هو مستضيف عندي. اللي بيشتم ده قصده يبوظ الصوره، ده مش بيتفرج على كوره، ده ما عندوش روح رياضيه. اللي عنده روح رياضيه مش هيشتم غيره.